بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حبة دردشه. معنا ومعكم كبير مآذين الضغهلية الأستاذ محمد عبد الجواد البرعي. أهلا وسهلا بحضرتك يا عزيز علينا وعلى البرنامج. النهارده إن شاء الله هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، مواضيع كتيرة ومهمة وتهم المجتمع بتاعنا، منها الطلاق، الزواج المبكر، إنكار النسب لبعض الحالات اللي بتقدم للبرنامج. كل ده طبعا هنسأله الأستاذ محمد عبد الجواد البرعي وهيجاوبنا عليه. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا يا مرحبا. أول فقرة هنتكلم فيها عن كثرة الطلاق. والله كثرة الطلاق النهارده بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا كثرة الطلاق أسبابها عدم عدم الرجوع إلى الدين. لو كان هناك دين وكله محافظ على كتاب الله وكله بيصلي بيأدي ما عليه مش هيحصل اللي بيحصل. النهارده الواحدة من دول بتتجوز والواحد بيتجوز، ما أول ده في جعل قبل الزواج حاجة معينة وهي الخطوبة. الخطبة دي موجودة الأول، بيحفرزها بيعرفها بنت مين، ولذلك يختار مين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولنسبها ولجمالها ولدينها. سيدنا النبي قال إيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن المتدينة اللي عارفة ربنا دي هتحافظ على الأولاد وهتدي وتؤدي حقوق الزوج، وكذلك الزوج لما يكون متدين وعارف ربنا هيفتح عليه وهيعيشوا في وئام وفي سكينة وفي طمأنينة لأنهم متعرفين على الله سبحانه وتعالى. النهارده كثر الطلاق ليه؟ كتير الطلاق النهارده. سببه ايه؟ زواج القصورات. العائله تبقى طفله ما بلغتش 15 سنه ويروحوا يكتبوا عرفي ويتجوزوا، تيجي البنت تخلف ولد واثنين وثلاثه، بعد ما توصل ال 18 19 سنه تحصل بقى الخلاف، ودي تسيب الزوج يسيب الزوجه والزوجه تترك الزوج، ويحدث عمليه الطلاق بكثره. انا مأذون النهارده عدي 30 سنه، كان في الزمن الماضي ما كناش بنعمل دفتر في السنه، النهارده كل اسبوع في دفتر طلاق. ايه اللي حصل؟ كانت حاجه صعبه. ليه؟ لأن الزوج لا يصلي، وعملية النت النهارده النت عاد يستعمل لحاجات سيئة، ما يستعمل الخير ونعمل في الخير. النت إنما نستعمله لله سبحانه وتعالى، نتعامل مع بعض كويس. فلو كل واحد منا حافظ وكان عنده دين وصلي وتعبد هتلاقي الزوج يحافظ على زوجته والزوجة تحافظ على زوجها وهيعيشوا في وئام وفي طمأنينة. ما هو يجب في حاجات كمان لازم أن نحافظ عليها، لأن تركنا كتاب الله، تركنا الصلاة، تركنا العبادة، ما فيش الكلام ده. ولذلك نفرض ننظر إلى الواحدة المتبرجة. يا أخي انظر لواحدة متدينة، طب لو فيها صفات متدينة وفيها الحسب والنسب والدين والجمال نعمة، طب معها الدين ومعها صفة من هذه الصفات يبقى ربنا أنعم عليك بنعم كثيرة. كذلك الزوجة لا تنظر إلى غير زوجها. النهارده اللي حدث التليفون تتغير والست ولادها. والله أنا طلقت واحدة معاها 3 عيال ورمت زوجها وتركت زوجها. ليه؟ وتقول يا عيلك ادي اللي بيحدث فيها. الاولاد هم اللي بيشيلوا الهم، ولذلك تلاقي العيال لا حول لهم ولا قوه. واللي بيحدث النهارده خير. يعني النهارده انا بصراحه
يعني أشكر رئيس الجمهورية على أنه بيحافظ على الأطفال دي، لأن الأطفال منهم بلد الملجأ بيتركوهم لا حول لهم ولا قوة، لأن ما عادش فيه لا رحمة ولا عاد فيه شفقة من ناحية الزوج ومن ناحية الزوج. فلو عشنا في وئام وتدين وعبادة وعرفنا الله حق المعرفة لم تحدث هذه المشاكل على الإطلاق. تعالي بقى إلى يعني اتفضل. حق الزوج ايه؟ على زوجته وحقها هي ايه عليه؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الله يعني هم الله جميل جدا، والمشاكل دي هتهدى شويه. الله يفتح عليك. ما كله محن لو ان كل واحد يعني تعرف وكان رحيم بزوجته لم تحدث مشاكل. لا هيعملها بالدين، هيعملها بالدين لان لها حق ولها واجبات، مش هخش بره مزارف والسحاب وعند ما اخش البيت. ليه كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ لان الزوجه لها حقوق ولها واجبات. يجب الزوج ان يكون رحيما بزوجته. ننظر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه زوجته. شوف سيدنا النبي في يوم اتجوز اكثر من واحده. في مره سيده عائشه بتقول له يا رسول الله اريد ان تظهر امام نسائك بانني افضل النساء الى قلبك. ماذا فعل سيدنا رسول الله؟ ما هو ده اللي بيحب السيده عائشه فعلا. وكان سيدنا ماذا فعل سيدنا رسول الله؟ اعطى السيده عائشه درهم ثم رجع الى نسائه واعطى لكل واحده منهن درهم. وثم في اليوم الثاني قال للسيده عائشه يا عائشه ادعي نسائي احضريهم. فماذا فعلت السيده عائشه؟ دعت النساء وحضروا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السيده عائشه يعني هي يعني لا هتقول يعني فاكر سيدنا النبي هيقول انت اللي بحبك بس. فقالت يا رسول الله. قال لها نعم يا عائشه من احب النساء الى قلبك؟ شوف سيدنا النبي قال من اعطيتها الدرهم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب ان نقتدي برسول الله. سيدنا رسول الله في مره مسافر مع السيده صفيه زوجته، فكانوا راكبين الجمل، كل واحد راكب جمل السيده صفيه اتاخر، فلما اتاخر كان بطيء وصلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت لسيدنا النبي الدموع نزلت منه، دموعها نزلت. طب ماذا فعل سيدنا رسول الله؟ اتى على دموعها ومسحها بيديه صلى الله عليه وسلم. فيجب ان نكون يجب على الواحد منا ان يكون رحيما بالزوجه. الزوجه ما هيش عبد عاملها كده بعمل القسوه. يا اخي احسن الى الناس. الامام يعني شعر، يعني بيت من الشعر بيقول ايه؟ احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانا. يعني الواجب منا ان احنا يكون في قلوبنا الرحمه والشفقه الى الزوج. الراجل يكون صالح، ما هو لو بيصلي هيخاف عليه، لو بيصلي هيخاف على زوجته. ولذلك شوف احد من الصالحين تزوج بامراه سيئه الخلق، جعلت النهار ليل والليل نهار. فواحد بيقول له ايه يا اخي طلقها؟ قال اطلقها اخاف ان اطلقها خوفا من ان تؤذي غيري. شوف الراجل الصالح اطلقها ازاي؟ خوفا من ان تؤذي غيري. فالصبر على الزوجه، المعاشره الحسنه، تلاقي الارزاق جاي ورب يخشوا الاثنين الجنه عشان معاملتهم حلوه. ليه؟ لانهم مع رب العباد. شوف سيدنا سليمان فمره ربنا مسخر، ما كان ربنا مسخر له الريح ومسخر له يعني كل حاجه، الرياح ومسخر حاجات كتيره. فمره سيدنا سليمان كان راكب السحابه قام
ينفعش كده يجي اتنين راجل ومراته يعملان في الحق ولكن بيتدعبوا بالاسلوب الحلو. قام الهوى سمع اذن نبي الله سليمان، امر السحابه ان تنزل فنزلت. قام سيدنا سليمان قال لهم ايه؟ ماذا تقولان؟ قالوا لقد انعم الله عليك يا نبي الله سليمان. فرد عليه النبي الله سليمان قال لهم ايه؟ تسبيحه منكما خير من ملك سليمان. شوف تسبيحه منكم بدتم عايشين في وئام وحب في الله خير من ملك نبي الله سليمان. شوف نبي الله سليمان. فالواجب ايه؟ الزوج يكون رحيم بيه، رحيم بالزوجه، مش قال له قسوه. وانا قلت احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسان. ولذلك لما نعيش في وئام ربنا هيكرمنا. وشوف المعاشره الحسنه. اذكر لك حاجه روايه الامام علي وزوجته فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمه بنت النبي والامام علي نزل عليهم ضيف في شهر رمضان. ففاطمه عملت ايه؟ طبعا الكرم لازم يكرموه. فخلعت القميص وقالت يا علي خذ هذا القميص وبيعه في السوق. راح باعوا للدين ست الحبايب، باعوا ب6 دراهم. قابله مسكين اعطني يا علي فاعطاه 3 دراهم. ماشي وراجع للبيت. قابله واحد تاني مسكين اعطني يا علي، قام اعطاه 3 التانيين. عمل ايه يا ست الحبايب؟ عمل ايه؟ مشي مروح البيت. هو عارف ان ربنا حفظه ان شاء الله، لان الرزاق موجود لان ينسى عبده. قال انا الرزاق ذو القوه الايه؟ المتين. فربنا سبحانه وتعالى وماشي لقي واحد بيقول له تشتري هذه الناقه يا علي؟ اشتري الجمل دي، اشتري الجمل دي. قال له ده مش معايا حاجه. قال له اشتريها عندما ييسر الله عليك. قال له يا اشترى ب100 درهم. قابله رجل اخر وهو ماشي بالجمل، قال له تبيع هذه الناقه يا علي؟ قال له اشترى. فقال له بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب100 درهم. قال علي ب160 درهم. رجع لصاحب الناقه الاول اعطاه ال100 وخد ال60 درهم وذهب الى السيده فاطمه. فاطمه اشترت الطعام وحضرت الطعام والرجل اكرموه كرم حلو وكرم شديد. ثم قالت للامام علي يا علي لن اكل من هذا الطعام حتى ان استشير ابي سيدنا رسول الله. طب راحت لسيدنا النبي وقصت القصه على سيدنا رسول الله. قام قال لها، قام النبي تبسم، حبيبي النبي تبسم، قالها يا عائله يا عائله يا فاطمه، اسف يا فاطمه ابشري. ايه يا ابشري؟ ازاي ابشر ازاي؟ قال علي تاجر مع الله فاربحه الله، البائع له جبريل والمشتري منه ميكائيل الملك والناقه مركب علي في الجنه. شوف يا ست الحبايب، يبقى الواجب على الزوج في قلب الرحمه والشفقه، حتى لو متجوز غيرها برضه يكون يعني يعدل العدل كويس، لان العدل مطلوب في الاسلام. مش معنى اتجوز واحده واترك الثانيه، لا، واحد يتجوز واحده ويسيبها سبيل، ده ربنا فتذروها كالمعلقه، ربنا هيحاسبه حساب عزيز. هذا بالنسبه الى الرحمه بالزوج. تعالي بقى الى الرحمه بالزوج، مش كده؟ ايه رحمه الزوج بقى؟ ان هي لا تغضب في وجه زوجها. يا سلام، دكتور نفساني. طب زعلني برضه، خلي في بالك
والرحمة والشفقة مش تغضبي في وجه زوجك. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال إيه؟ أيما امرأة غضبت في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه. يا سلام، شفتي؟ يعني حتى لو غضبت، ده هي دكتور نفسها، مش تقعد تلبس بره وتتمتع وعيبك تخش بيه، لا، ده جزء تحسن له وتظهره بالمظاهر الجميلة الحلوة، ولذلك من لا تخرج إلا بإذنه. هو ده صح. أطلع ما اطلعش يبقى براحة الزوج، مش تطلع إلا بإذنه. لأن سيدنا النبي قال إيه؟ هناك امرأة معلقة من شعرها، وامرأة معلقة من ثدييها، وامرأة معلقة من رجليها. فقالوا يا إيه؟ يعني المعلقة من ثدييها إيه؟ ترضع أولاد الناس بغير إذن زوجها. والمعلقة من شعرها كانت تظهر شعرها على الرجال. فيها يعني والمعلقة من رجليها كانت تخرج بغير إذن زوجها. يبقى يجب على الزوج يكون في جانبها الرحمة والشفقة للزوج. ولذلك مش هلاقي حابة قاعد في البيت والاقي حياته وحشة، اسلوبها شين، بره لابسة ومتمتعة وعندما توصل لجوزها كأن لم يكن شيء. اللهم اكرمنا ولا تهنا وافتح لنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بلدي. احنا كنا سعداء جدا بالاستاذ محمد، وطبعا احنا تعرفنا على حاجات كتيره في حقوق الزوج وحقوق الزوجه، وان شاء الله في حلقات تانية جايه هتبقى يعني هنتكلم فيها عن حاجات كتيره تخص الزوجه والزوج والاولاد. ان شاء الله. احنا سعداء جدا. الله يبارك فيكي ويديك الصحه ويسترك يا ست الحلال. ربنا يخليك، نورتنا الله يبارك فيكي ويسترك. وهنطلب من حضرتك طلب صغير. اتفضل. دعاء بقى للبرنامج بتاعنا. اللهم افتح لكم ويسر لكم اموركم ويجعل اعلى درجات برامجكم في اعلى الدرجات، ويحبب فيكم خلق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. اللهم كرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. يا رب. شكرا. لنا لقاء اخر ان شاء الله في برنامجكم حب الدردشه.